يا صباح الخير على احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا في اتم حال واحسن صحة يا رب. النهارده الفيديو مع بعض هنعملوه فيديو خفيف على القلب كده. في حاجات حلوة قوي قوي ومفاجآت حلوة قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو حطي لايك عشان تساعدي ان القناة بتاعتي تتشاف والفيديو دوت ينتشر ويتشاف. نقول كده بسم الله. اول حاجه هنعملها مع بعض البيتزا. وجماعه دي اول حاجه كده بنسخن بس. دي يا جماعه احلى بيتزا بجد هتدوقوها في حياتكم. والعجينه ديت احسن عجينه بجد انا عملتها. انا بعمل البيتزا طعمها بجد جنان. انا حطيت مجين من الدقيق، وحطيت 3 معالق من اللبن البودر، وحطيت معلقه كبيره من السكر، وحطيت نص معلقه صغيره من الملح، وحطيت كمان كيس من الخميره، يعني معلقه كبيره من الخميره. وحطيت معلقتين كده كبار او 3 زيت زيتون. معايا بقى كوبايه من الميه الدافيه. دي اللي هعجن بيها بس هنزلها تدريجي. ماشي. وهبدا بقى الم العجينه كده حبه بحبه. شايفين كده زي الطريقه كده ما قدامكم حبه بحبه. وبرده هنزل الميه حبه بحبه. البيتزا ديت يا جماعه تكفي بيتزايتين 2. وهكتب لكم برده المقادير في صندوق الوصف تحت. المقادير بالحجم بكل حاجه، يعني تكفي كام فرد وكده. دول هيعملوا بيتزايتين. تمام. انا كمان زودت كمان تقريبا نص كوبايه دقيق يعني تاني لحد ما بصوا هي بتلزق اهي. شايفينها بتلزق ازاي؟ وعجنتها بتاع 3 4 دقايق كده وحطيتها تخمر بقى. ده كده بقى بعد ما خمرت اهي. بصوا بطبقها، بفضل اطبق فيها. دي بتساعد ان هي تعمل الفراغات اللي تبقى في العجينه، تخليها كده اسفنجيه كده وحلوه وفيها فراغات. بجد اعتمدوا الوصفه ديت، هتعتمدوها في كل البيتزا بتاعتكم حلوه قوي. بصوا بطبقها، يعني بطبقها انا بوريكم على شكل واحده بس. بفضل اطبقها كذا تطبيقه، وبعد كده اجي عاملاها بقى كوره، وبعد كده افردها. نصيحه مني يا جماعه، لازم تفردوها تبقى رفيعه خالص. العجينه تبقى رفيعه يعني ما فيهاش سمك، لان انت عبال ما بتحطي الحشو بتاعها وكده بتكون هي خمرت تاني فبتتخن تاني. فانتوا خلوها رفيعه قوي. حطوا بقى التوبينج بتاعها. انا حطيت صلصه ومحطوط عليها ريحان، ومحطوط عليها البهارات، توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل. صلصه عاديه جدا وعليها الحاجات دي. حطيت بقى في الحشوه بتاعتي. الحشوه بتاعتي كانت عباره عن صدق، والصدق انا بديله ضغطه كده بايدي وانا بحطه عشان يستوي. وكمان حطيت بسطرمه، وحطيت زيتون، وحطيت جبن بقى اي جبن عندك، وحطيت طماطم متقطعه صغنطوطه قوي، وحطيت فلفل. وحطيتهم على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. سبتهم بتاع نص ساعه بالظبط. بس اول لما حسيت ان العجينه استوت ولعت عليها الشوايه. بصوا بقى، والله يا جماعه بجد مش مكلفه، سهله، احسن بكتير قوي من بتاعت بره. وبصوا اصلا الجبنه نازله منها سايحه ازاي. خطيره خطيره وطعمها جميل قوي. انا ببصوا انا بموت في البيتزا اصلا. ديت احسن وصفه بيتزا انا عملتها، عجينه للبيتزا. اليوم ده بقى انا عملت بيتزا عشان محمد بيحبها وانا بحبها. اسفه على المنظر اللي هتشوفوني فيه دوت، بس كان محمد كان عيد ميلاده، كان لسه جاي من السفر ومش عارف ان انا اعمل له عيد ميلاد ولا حاجه. ففاجئته بقى وعملتها له في اوضه النوم عشان يدخل كده ما يحسش ان عامله له حاجه. فاهمين؟ بصوا انا دلوقتي اهوت جهزت. تمام. وعايزه اقول لكم انا عملت الميك اب اهوت حلوه قوي. بس ما عملتش حواجبي فقلت اعمل حاجه بسيطه كده سريعه. تمام. تاني حاجه بقى عايزه اقول لكم بصوا الروج، الليب جلوس ده حبيبه اختي هي اللي عاملاه، فلو عايزين الطريقه اكتبوا لي بقى في التعليقات. تمام. ولبست بقى البيجامه الحلوه دي اللي هي تحسوا كده ان هي بتاعت راس السنه. شكلها حلو قوي قوي قوي. بس وادي الديكور هو الرايه. شايفين الجمال؟ بس بقى عايزه اقول لكم لو بتحبوني بقى بجد، لو بتحبوني يعني بجد، انزلوا بقى دلوقتي اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، اعملوا تعليقات كتير قوي، اعملوا لايكات ياما 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 ياما. بحبكم قوي قوي. بصوا التورتيه شكلها حلو ازاي. هي اصلا يا جماعه اصغر من كده بكتير على فكره. عايزه اقول لكم بقى ليه انا عملت الديكور في اوضه النوم. لان هو اصلا بيجي يتفاجئ كل مره في الصاله، فانا ما كنتش اصلا عايزاه ياخد باله غير بقى هو داخل يغير هدومه فيتفاجئ بقى اللي انا عامله له كده. فاهمين؟ بس كده. بعدين بقى طلعنا يلا الصاله نحل بقى الليله وعملت امبارح عيد على ميلاد ابو بسيط الفرصات. كده. هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد فليحيى ابو الفرصات. يلا حبيبي قول الاغنيه.
تاني يوم بقى احنا بنروح اصلا عند مامة محمد. فقالت لي بصي انا هعمل طحينة، قومي كده صوريها. وفعلا يا جماعة يعني تحفة، اعملوها موفرة جدا واحسن من بتاعت بره بكتير، اوفر بياما. طبعا رمضان دخل علينا بقى وهنحتاجها كتير قوي قوي قوي. تمام. فهي بقى جابت السمسم وطلعت منه الرطوبة كده وحمصته على النار، وبعدين جابت الدقيق وبرضه حمصته على النار. طلعت منه الرطوبة يعني زي ما انتوا شايفين كده. والله يا جماعة بتعملها حاجة كده روعة، احسن مليون مرة من بتاعت بره، وطعمها بقى حاجة كده نظيفة. احنا بنحط السمسم في المطحنة علشان هنطحنهم كويس. ايوه، اهم حاجة السمسم يطحن كويس. لما نطحنه كله هنوريلكم، يعني نطحنه كله نواعم كده لحد ما تحس ان طلعت زيته زي العجين كده. قولي. حطينا نقطتين زيت عليه بحيث ان احنا نساعده اللي هو يطلع الزيت بتاعه. ايوه، عشان ميبقاش ناشف. وهنضربوه بقى وهوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. كده كل شويه هنعمله حبه كل كده. شويه بقى نعمله حبه حبه لحد ما نخلص كل الكميه اللي معانا. بصوا شكله عامل ازاي، شبه زبده الفول السوداني، زبده دي بقى الطحينه بقى. توم سوداني تاني عليهم، بنطحنه بردك. طحنه بردك يبقى زي العجينه كده زي ويطلع زبده منه الفول الزيت السوداني كده، زي الزبده. حبه تاني بردك عشان ما نزعجكمش. بعد ما يتطحن هنوريكم المقادير تاني بتاعت الزيت عليهم وكده. بصوا يا جماعه، نحط بقى احنا طحنا كده السمسم. حطينا نص سمسم وتوم سوداني طحناهم كده اهو. بص بيلمعوا ازاي. هنحط كوبايتين زيت وهنحط نص الدقيق برده، ونشوف لو عايزة زيت تاني ممكن بعد الكوبايتين. اعلم بقى نشوف بقى عايزينها تخينة عايزينها خفيفة. هنحط عليها الدقيق وهنضربها في الخلاط. عايزة نص كوباية زيت تاني. قولي بقى. بصوا يا جماعة، عملنا الطحينة بقى نص كيلو سمسم، نص كيلو دقيق، توم سوداني، والسمسم زي ما قلت لكم بقى طحناه لما يطلع زيته وينعم، والسوداني كذلك. ورحت حطاه في شفشق الخلاط مع كوبايتين ونص زيت ونص كيلو دقيق ونص كيلو سمسم وتوم سوداني. بعد ما طحناهم لخبطناهم على بعض في شفشق الخلاط وضربناهم بقى. ضربناهم. بص عملوا اكتر من كيلو ونص. عملوا بص يا جماعه ده كله كده اكتر من كيلو ونص. كيلو الطحينه دلوقتي بكام؟ هو ب 90 جنيه. ايوه، وتلاقيها زادت طبعا عشان يعني الزيت غالي كده. توفير يا جماعه قوي كده، توفير. يلا بقى يلا بسم الله. شايفين يا جماعه قوامها عامل ازاي؟ تحفه. بصي وهتتخن تاني عشان هي دافيه لسه معموله. بسم الله بركه الله. تعملوا الحاجه يا جماعه في البيت تبقى احسن اوفر لكم، حرام في الغلا ده. فطي كده فطي كمان كده حبه. بصي قوامها بسم الله ما شاء الله. هتجيبوهم بكام دول من بره؟ اكتر من 100 جنيه يا جماعه. لسه كمان باقي تاني في قلب الكوز عندنا. ايوه صح. حبه تاني. ايوه وريني ممكن حبه قد ايه؟ نص كوبايه. نص كوبايه حاجه يعني ما اقولكوش. بصوا الجمال. لازم الناس توفر يعني في الوقت ده اللي احنا فيه، حرام تعملوها وتشيلوها اي وقت هتعوزوها بدل ما تشتروا من بره، تبقى عندكم اوفر. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنسيش تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب. بحبك قوي.